اهلا بحضراتكم حلقه جديده وشارع الفن. الحقيقه يمكن النهارده هنتناول السير الذاتيه وكيف يتم التعامل معها دراميا. السير الذاتيه بالتاكيد طبعا بتكون مكتوبه في كتب مختلفه، ولكن كيف يتم التعامل معها وتحويلها لعمل درامي سواء كان سينمائي او مسرحي او مسلسلات سواء كانت تلفزيونيه مرئيه او اذاعيه. النهارده انا بسعد الحقيقه بوجود اثنين قامات الحقيقه من أفضل من يمكن أن نتحدث معهم في هذا الموضوع. اسمحوا لي أرحب بضيفي الكريمين الأستاذ الدكتور عزوز علي إسماعيل، أستاذ الأدب العربي والنقد والبلاغة. أهلا بك معنا يا فندم. أهلا وسهلا. شكرا جزيلا. والكاتبة والسيناريست الأستاذة عبير إلهامي. أهلا بك معنا. أهلا بحضرتك. أنا بسعد جدا بلقائك يا أستاذة عبير. ودايما بيكون حواراتنا جميلة وشيقة ومحتدة زي ما بيقولوا جدا. لكن طبعا الدكتور عزوز يعني أنا بشرف بقيمته العلمية الكبيرة وقامة عظيمة الحقيقة في هذا المجال، ويمكن ليه تجارب يمكن في شخصيه في هذا الكلام. واسمحي لي هبدا الكلام معاه. هو المفروض ديليس فيرست، ولكن الحقيقه يعني اتصور الدكتور عزوز محتاج ان انا طبعا اكون معاه، لان عاوز افتح الفريم او الشكل الاستراتيجي لهذا الموضوع، وهو تحويل الاعمال السير الذاتيه الى دراما. هل في قواعد لده؟ هل السيره الذاتيه لاي شخصيه من الشخصيات سواء كانت بترصد أو بتكتب بشكل أو بآخر صحفيا أو أدبيا في شكل الكتابة أو القصة الواحدة، صحيح، ليها قواعد؟ بشكل عام في البدء لابد أن أشكر حضرتك والسادة المشاهدين وكل القائمين على هذا البرنامج الموقر. بالنسبة للقواعد المعمول بها خاصة في السير الذاتية، لا توجد قواعد بعينها في كتابة السيرة الذاتية أو تحويل السيرة الذاتية إلى أعمال درامية. كل سيرة من السير الذاتية تتحول إلى أعمال أدبية وفنية، سواء كانت مكتوبة أو درامية تلفزيونية، هي من أجل إفادة الآخر أو إفادة الصغار بأن هؤلاء النماذج الكبيرة هي سير يجب أن يحتذى بها في عالم الأدب والفكر والإبداع، مثل سيرة عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين. هذا الرجل في كتابه الأيام الذي حكى فيه كثيرا وكثيرا عن آلامه وما عاناه منذ البدء ومنذ أول موقف شعر فيه طه حسين بأنه فقد بصره حينما كان يأكل مع أهله، ويصف هذا المشهد في كتابه الأيام، وده اللي أنا عزفت عليه كثيرا في كتاب الألم في الرواية العربية. هذا المشهد هو بداية إحساس طه حسين بالفعل بأنه فقد بصره حينما كان يأكل مع إخوته وأبيه وأمه، خطر له خاطر. هكذا يصف المشهد ويقول: ما الذي يحدث إذا أخذت اللقمة بكلتا يدي هاتين؟ وبالفعل أخذت اللقمة بكلتا يدي فتناثر الأكل على جلبابي فضحك إخوتي مني. يصف المشهد: أما إخوته فضحكوا منه، وأما أمه فأجهشت بالبكاء، وأما والده فقال: ما هكذا تؤخذ اللقمة يا بني؟ أما هو فلم يدري كيف بات ليلته. من هنا بدأ طه حسين يبحث عن المثل، السيرة الكبيرة حتى يسير على خطاه، ولا بد أن يكون مثل حاله. ولم يجد إلا أبا العلاء المعري الذي كان قد فقد بصره منذ الصغر، فبدأ يبحث كيف كان يتعامل هذا الرجل، فوجد أنه كان يتستر في أكله، وحرم طه حسين منذ الصغر عليه أكلات بعينها حتى تزوج في سن 25. إذن هي سيرة عظيمة يجب أن نقرأها. وحينما تحولت إلى مسلسل درامي بقيادة الفنان القدير أحمد زكي، بالفعل هي سيرة عظيمة استفادت منها يعني أجيال وأجيال. هذا الرجل المناضل الذي رأى والده وهو يقدر أخاه الأكبر عليه، رأى والده في محن، والده أصر على أن يحفظ القرآن الكريم كي يستفيد منه، وحينما كان يذهب إلى الكتاب ولم يستطيع تسميع الآيات بدأ يعاقب نفسه. حينما نقرأ هذا في سيرة عميد أدب عربي، أستاذ كبير رحل ذهب إلى فرنسا وتعلم وعاد إلى مصر وعلم أجيال وأجيال، يجب أن يعني ندرس. أنا أدرس هذا الكتاب لطلابي، الألم في الرواية العربية، فيه ما يقارب من 100 رواية بداخل هذا العام. الألم 100 رواية. الألم في الرواية العربية، وتحول إلى مسلسل إذاعي تحت عنوان وجع المبدعين. بدأت بطه حسين حتى يعلم الجميع أن لدينا كبارا لابد أن يحتذى به. تمام. أستاذ عبير، من الجيل الجديد من الشباب، والحقيقة ليكي
عدد من الأعمال القيمة جدا والعميقة جدا. ورؤيتك للسير الذاتية بوجه عام قد تختلف من جيل إلى جيل، ما بين الدكتور عزوز أستاذ في الأدب العربي والنقد والبلاغة، وبين الشباب اللي قد يمر على هذه الأمور مرور الكرام، لأنه بيحتوي يعني بيكون حريص أكتر على الرصد الدقيق في كتابة السير الذاتية. كلميني عن الآليات دي عند حضرتك. هو دكتور عزوز أستاذنا كلنا، ولكن تسلم. هو تحكمه الرؤية الأكاديمية. أيوه. أنا بقى يعني هتحدث من الطرف الآخر، الرؤية المتذوق وليس الرؤية الأكاديمي. يعني حتى ما اقدرش حتى اوازيه في الحديث باللغه العربيه، بس يعني هنحاول كده على قدنا ان احنا في عالم المتذوقين، حتى مش في عالم المبدعين. بيحاولوا طول الوقت ان هم لما يشوفوا يعني شخصيه ما موجوده على الشاشه بتؤدى امامهم، ان هي تشوفوا فيها ثغرات. للاسف الكتابه اللي عندنا في السينما في المسلسلات بتبقى كتابه احاديه، ان هي طول الوقت بتبقى شخصيه مثاليه مرفهه، يعني مش مرفهه بالمعنى الحرفي للترفيه، ولكن مترفعه عن العيوب. يعني ما بنناقش قوي طول الوقت المكامن النفسيه والاخطاء اللي موجوده طول الوقت فيها، فنعرف هي الشخصيه دي تصرفت في هذا الموقف ازاي. يعني مثلا باعتبار استاذنا بدا بطه حسين، ليه طه حسين عمل كتاب في الشعر الجاهلي، وكان موقف الازهر منه ايه، وهكذا. طول الوقت انا اتتبع كل شخصيه بتظهر لي من بعيد كده، اللي هي الرؤيه البعيده، ولكن انا هحط نفسي مكانه وابتدي احكم عليه. من ضمن الكتاب الجيدين جدا في الدراما العربيه اللي عاملين الحركه دي بذكاء دكتور بهاء الدين ابراهيم. ده كان عامل مسلسل الشافعي، وده انا اتكلمت عنه قبل كده يعني ايام رمضان. ازاي هو كان بيفرش للشخصيات بذكاء شديد علشان ما يخليش شخصيه الشافعي الشخصيه الاحاديه. للاسف الكتابه الحديثه لشخصيه الشافعي مثلا اتعملت شخصيه مثاليه مبهره براقه، واو ايه ده، ما بتغلطش، مش ده اللي المفروض يحصل. لما بص بقى المسلسل القديم بتاع 2007 ده، هتلاقيه قبل ما قبل ما الشافعي يظهر اصلا فارش لمدرسه الامام مالك، فارش للامام ابو حنيفه. فتيجي انت مستعد نفسيا، عارف الشافعي هيعمل ايه ما بين المدرستين. فده اعتقد ده الكتابه المتوازنه اللي احنا بندور عليها. ان احنا مش عايزين ملائكه قدامنا يا جماعه، احنا عايزين بشر حقيقيين. مش معنى ان هم جايين برساله ان هي كانت حياتهم ما فيهاش تنغيصات وما فيهاش قلق وما فيهاش مشاكل، ده هم طول الوقت اصلا بيعانوا عشان يوصلوا لنا الرساله دي. فدي رؤيتي البسيطه يعني. رائع. اسمحوا لنا نطلع فاصل سريع ونرجع نتكلم مع بعض، عشان الحوار واضح ان هو هيحتد شويه. اتفضل. أنا زعلانة منك يا دكتور. المريض يعافي الطعام. المريض يروح لطبيب. أسوأ الأمراض ما لا يهتدي فيه الطبيب إلى تشخيص العلة، وأعتقد أن الطبيب لن يعرف سبب علته. طه، أنا عزيزة عليك. سؤال غريب. اعترفت لك أني أكن لك ما هو أكبر من الصداقة، اعتراف ندمت عليه 1000 مرة، ومستعد أن أعلنه 1000 مرة. إذا كنت عزيزة عليك يبقى لازم تعتني بصحتك. أتظنين أني أرفض النوم لو جاءني؟ أضرب عن الطعام لو أن شهيتي مفتوحة، أكتئب لو أن القلب خالٍ. مشكلتي يا سوزان ليس لي يد فيها، وليس لك ذنب فيها. عايزني أعمل إيه يا طه؟ إيه اللي أقدر أعمله؟ دكتور عزوز، استاذه عبير كلمت على الموضوع ان الصوره الاحاديه او الصوره الجميله اللي بتوضع او ترصد للشخصيه في حين وضع سيره ذاتيه له في كتاب او غيره بيكون معظمه الجماليات فقط او الجمال في الصوره، وبيستبعد تماما اي اخطاء او معاناه، او مش معاناه ولكن زي ما بيقولوا ايه،
في بعض المشاكل في الشخصيه في حياته بتتم بيه بتستبعد، يقولوا انها لا داعي ليها، لكن احنا نرصد الصوره الجميله الواضحه اللي هي تكون قدوه بشكل او باخر. السؤال هنا هل ده يعتبر امانه في النقل؟ لازم نفرق بين حضرتك بين الامانه او بين كيفيه توصيل العمل الادبي. بمعنى لو استفاد منه يعني 70% من المرجو فده كويس. لكن الامانه اذا نظرنا في معظم الاعمال الادبيه التي تحولت الى سواء كان مسلسلات او تحولت الى افلام، سنجد ان نسبه كبيره من العمل الاصلي يعني محذوف او اخذوا ما يتراءى لهم من الناحيه التصويريه كما تفضلت الاستاذه عبير، والناحيه الجماليه التي ستؤثر في الناس. يعني هقول لحضرتك على يعني مثلا عندنا الارض لعبد الرحمن الشرقاوي. الارض لعبد الرحمن الشرقاوي ده عمل بديع جدا والسيناريو بتاعه كان عظيم جدا. لما قدم الى التلفزيون وشفنا محمد ابو سويلم وبنت محمد ابو سويلم، طبعا هي في الفيلم هي تابعه لوالدها تماما، لكن بعد وفاه والدها تحولت. ودي كانت نظرة من عبد الرحمن الشرقاوي في جزئية التحول إلى الاشتراكية والربط بين الاشتراكية والرأسمالية. لكن انتهى الفيلم عند نقطة يعني فارقة في تاريخ السينما المصرية، وهي الحفاظ على الأرض، وأن هذا المشهد يعتبر عدة من أفضل المشاهد التلفزيونية خاصة في السينمائية في تاريخ السينما الفيلم المصري. وهو يجر وهو يمسك بالأرض بتلابيب أصابعه ويجر على الأرض. كان مشهدا عظيما يدل على يعني الحفاظ على الأرض، تمسك. لكن الأستاذ عبير يعني قالت جزئية مهمة جدا، كيفية التأثير في المشاهد. المشاهد ده له حق علينا، لكن جزئية الأمانة وعدم الأمانة ده مسؤولية الإنتاج ومسؤولية الكتابة، خاصة في السيناريو. يعني لما أقول لحضرتك في يعني أكثر من عمل أدبي وأكثر من عمل كتابي تحول إلى فيلم او الى حتى الافلام التسجيليه. هقول لحضرتك الحاجه، كنت انا بحكم في معظم الجواز وكده يعني، لكن في تحكيم لفيلم سينمائي قدامنا او فيلم قصير. الفيلم ده كان مدته يعني بالظبط 10 دقائق. الكاميرا جاءت على، وانظر التاثير، جاءت على السقف كمروحه في السقف. ظلت الكاميرا على المروحه في السقف لمده 9 دقائق. نحن كحكام زهقنا، تعبنا، خلص. ونتفاجأ بأن الكادر ينزل على وجه إنسان مريض نائم على سرير لا يتحرك يمينا ولا يسارا، وظل طوال حياته لمدة 25 يعني سنة وهو نائم. انتوا ما وده استحملتوش 9 صبح دقايق الجيار على فكرة، ده ما استحملتوش 9 دقايق، فما بالك هو بعد 25 احنا ما سنة. استحملناش 9 دقائق، ما بالك يعني انظر واقع الفيلم على المشاهد وعلينا كحكام. يعني بالفعل اخذ درجه كبيره، لانه يعني عبر تعبير دقيق جدا في وقت قصير جدا عن المعاناه التي عاناها هذا الرجل. على فكره هذا الرجل هو صبحي الجيار، هو اديب مصري للاسف الشديد لم يعرفه الكثيرون من النقاد والادباء، وانا كاتب عنه في كتاب الألم في الروايه العربيه. له روايه عظيمه جدا اسمها ربع قرن في القيود. هذا الرجل أصيب بمرض في مفاصله وفي عظامه منذ الصغر، الذي جعله حبيس الفراش لمدة 25 سنة نائما لا يتحرك يمينا ولا يسارا. انظر إلى هذه المعاناة. تمام. أستاذ عبير، أنت حضرتك طبعا بتبني مدرسة ننقل الواقع كما هو والحقيقة كما هي، ولكن طبعا بالتأكيد يعني أنت عاوز تنقلي الحلو والوحش، تعرضي الحالة زي ما بيقولوا كده زي ما هي، مع طبعا استبعاد بعض الحاجات اللي ممكن تكون صادمة أو يعني يكون قد تسيء للشخصية نفسها في حد ذاتها. التقدير ده مين اللي بيعمله؟ يعني أنا لو حضرتك بترصدي شخصية دلوقتي، أنت اللي بتحددي الكاتب الراصد المدون اللي بيكتب السيرة الذاتية، راجعة لمفهومه الشخصي ورؤيته الشخصية وتقديره الشخصي في استبعاد بعض المواقف وتسجيل بعضها. يعني لو اتكلمنا عموما على مستوى السينما العالميه، فاحنا عارفين ان السير الذاتيه اللي بتتقدم لنا بتتقدم مؤدلجه. فطبيعي ان في ناس طول الوقت ما بتشتغلش، مش واحد بس صاحب الصناعه، مؤسسه كامله بتقدم لك منتج معين علشان تقدم لك بيه فكر معين. لكن لو اتكلمنا برضو عن الدراما العربيه والسينما العربيه، هو ممكن ما يكونش في وعي بيه بفكره الادلاجه قوي، على قد مثلا ما نقول ان في كاتب ناصري، هواه ناصري، فهيجي كل في الكتابه بتاعته هيخلي اغلب الشخصيات ناصريه.
في كاتب تاني ساداتي مثلا، هيخلي كل يميلوا للموقف الساداتي وللدعم المواقف الساداتيه. فكل واحد لا اراديا بيحط هواه على الاشخاص. هتقولي في حاجه اسمها الكتابه الحياديه، انا ما اظنش ان في حاجه اسمها الكتابه الحياديه، بس ممكن نقول يحاول ان يكون موضوعيا، يعني ينسى مدرسته الفكريه على الباب وهو داخل، ويقعد يعمل كده ورشه حوار مع المخرج، ويحاول بقدر الامكان ان يتعامل مع الشخصيه ان هي شخصيه جايه له من عالم الافكار، من عالم مش من عالم الواقع بس. هل هذه الشخصيه هتعامل بالعواطف وبالاسقاطات اللي احنا عارفينها، وتكون طبعا زي ما لسه قايله قراءة الماضي بتاعها جيدا جدا، الأب والأم، الزوجة، الأطفال، يعني طول الوقت الحاجات دي بتبقى مؤثرة في الشخصيات. لما عرض اوبنهايمر ما عرضش مثلا شخصية العالم فقط، هو عرض العشيق والزوج والطالب، عرض كل الحاجات اللي تظهر هذا الشخص عاطفيا وإنسانيا، عرضه كما ينبغي لنا أن نراه. الشخصيات التانية لا، احنا دايما في حتة مقصوصة كده. يعني مثلا من ضمن، بما اننا بنتكلم عن طه حسين، من ضمن المعلومات اللي فجعتني فعلا يعني ان ابناء طه حسين لا يتحدثون عربيه، ابناء عميد الادب العربي لا يتحدثون عربيه. دي مشكله ويعني بس هي يعني لا تضار بالفكر اللي هي ما هو طه حسين كان متجوز فرنسيه، واغلب يعني تيجي تبص بقى في السياق بتاعها والبيئه بتاعتها، اغلب الادباء بتوع المرحله دي كانوا بيحبوا الفرنسيات وبيتزوجوهم وبيجيبوهم، لان هم زي ما بيقولوا الجين الاعلى او الفكر الثقافي الاعلى. يعني متحف محمود مختار كان كده، كان كل يعني ايه اللي عمل كده يعني الام هي اللي علمت مش طه حسين. بالنسبه لزوجة عميد الادب العربي لابد ان تشكر على ما فعلته مع هذا الرجل. طبعا هذا الرجل كان كفيفا، وحين وقفت معه من باب انها تعشق الثقافه وخاصه الثقافه العربيه. وقفت معه في ظروف كان بالفعل يحتاج إلى من تقف بجواره، وخاصة الزوجة. وعاش في فرنسا فترة، وحينما نزور متحف طه حسين في رمضان طه حسين سنجد كما تفضلت الأستاذ عبير كل مقتنيات هذا الرجل موجودة في المكتبة وفي بيته وفي صالونه وما إلى ذلك. فكون أن أولاده طبعا ابنه يرحمه الله وهو نفسه يعني هو لا يكرر طه حسين يعني بالفعل، يعني مش هقول لازم يأثر في ابن مؤنس أو في ابنتي أو ما إلى ذلك، هم بالفعل حافظوا على تراث هذا الرجل. هذا الرجل يا سيدي الفاضل له كتاب أحدث صدمة حضارية كبرى، والأمم لا تستفيق إلا بالصدمات. يعني له كتاب اسمه في الشعر الجاهلي، صدر عام 1926. هذا الكتاب أحدث ثورة في عالم الأدب والفكر وتخوينه وخروجه عن الدين وقضاء وإشكاليات كبيرة جدا، لدرجة أنه أعاد كتابته من جديد أو أضاف أو حذف منه بعدها بسنة أو سنتين، وأخرج كتاب في الأدب الجاهلي. طه حسين أيقونة ثقافية أنا أعتز بها على المستوى الفكري. وحينما كتب الأيام انظر إلى العنوان، أنا ليه معجم اسمه المعجم المفسر لعتبات النصوص. هذا المعجم أصدرته الدولة المصرية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مشكورة على ذلك، يعني ليس إعلان له يعني، ولكن تحدثت فيه على العنوان كعتبة نصية. كلما كان العنوان قليل الكلمات كلما كان قوي الدلالة. لما أقول لك الأيام كلمة واحدة، الحرام يوسف إدريس كلمة واحدة، سارة للعقاد كلمة واحدة، ولكن لها دلالاتها. طنين للدكتور عزوز له دلالات، يعني انظر الى الشاهد انا بتكلم فيه. انا متشوق جدا ان كتابك يتحول لعمل درامي او سينمائي. انا ان شاء الله متشوق جدا لان انا عارف تفاصيل على يد حضرتك انت امين في الرصد الحقيقه في على يد كل ما حضرتك تم باذن فيه. الله. كتبت كل ما لك وما عليك، والحقيقه كتاب عظيم الحقيقه يا فندم. اسمحوا لنا نطلع فاصل سريع ونرجع مره ثانيه نكمل كلامنا. اتفضل. أستاذ عبير، التاريخ دايما بيكتبه المنتصر. دي مقولة معروفة، والحقيقة يمكن بيقولك المنتصر هو بيتحكم في مسار التاريخ، وبالتالي بيتكلم لما بترسل الأجيال القادمة بيكون هو اللي بيحط الواقع وبيحط كل حاجة بيتكلم فيها عن تاريخ. سواء احنا بنتكلم عن شخصيات، لو جيتي مثلا شخصية عالمية بدون ذكر أسماء وتم تناولها من جانب المنتصر وتم تناولها من جانب المهزوم أو المنهزم أو الجانب الآخر، بتشوفي تفاصيل مختلفة وبتشوفي سرد الوقائع ينظر إليها بوجهات نظر مختلفة ومتضادة. أمانة الكلمة في هذه
الواقعة أو في هذا الموضوع تحديدا بتقع على عاتق مين؟ زي ما قلنا هو التاريخ بيكتب مرتين، بيكتب من جانب المنتصرين وبيكتب من جانب الشعوب اللي بتكتب حاجات كده زي تاريخ الجبرتي، بتكتب اشياء كده معينه. طبعا لو جينا تاريخ الجبرتي غير مثلا الكتب اللي كتبت عن يعني مش هقول وصف مصر، يعني الكتب اللي كتبت عن الحمله الفرنسيه ومليئه، يعني ملت مكتبات فرنسا بالكتب دي بتصف احوال مصر وافكار مصر. ده كتابه وده كتابه. وبرده بشوف ان في كتابه رسميه، يعني انا بروي الاحداث بطريقه رسميه، مثلا زي مسلسل الاختيار بروي الاحداث من الناحيه الرسميه، وفي روايه للثوره مثلا برضو من الناحيه الاخرى زي اثقل من رضوى عاشور برضو روت احداث الثوره في هذا. فكل طول الوقت انت عندك اكثر من روايه، ده طول الوقت لازم تتعامل معاه، ان في ناس مش هتقبل ان يقال الا ما يقال في هذا الاطار، وفي ناس لا عايزه تشوف الحاجات التانية، عايزه تشوف ما تحت الجلد. الجبرتي كان بيجيب ما تحت الجلد، رضوى عاشور برضو كان بتجيب ما تحت الجلد. فطول الوقت لازم نتعامل ان الكتابتين موجودين. على عاتق مين؟ ما فيش حد بيتحاسب لا دول بيتحاسبوا ولا دول بيتحاسبوا. دي المشكله. انا عقلي بشكل عقلي على اي اساس، وبشكل رايي على اي اساس، وبشكل قناعاتي على اي اساس في هذه الشخصيه في هذه الحقبه التاريخيه. ما هي دي مشكله. استقي التاريخ من مين؟ اعتقد يعني، وده اعتقد استاذنا يعني ممكن يرد على الدكتور عزوز. ربنا يبارك. بس دي جزئيه اخطر مما تتصور. هل استقي التاريخ من كتب التاريخ ولا استقي التاريخ من كتب الادب؟ يعني ناخذ مثال على ذلك في الادب. جمال الغيطاني في الزيني بركات مثلا كتب روايه تاريخيه، على الرغم انها يعني قيل انه يقصد جمال عبد الناصر ويقصد كذا، ولكن الرجل كان يكتب رواية تاريخية بكل ما فيها من معاني. عاد باللغة العربية العظيمة إلى العصر المملوكي، عاد إلى لغة البصاصين، عاد إلى الظلم الذي كان منتشرا آنذاك. كتب تاريخ، ولكن هذا التاريخ كتب بطريقة فنية، أي يقدم للمتلقي بطريقة فنية. إذا أراد المتلقي أن يبحث عن الدقائق فليذهب إلى كتب التاريخ، 1 و1 يساوي 2. أيوة، كتب التاريخ التي وضعت كتب التاريخ وضعت من قبل من؟ قبل المنتصر. انا هقول لك يعني انت حضرتك عاوز توصل يعني، والمنتصر هو الذي يكتب التاريخ. ولكن في جزئيات هذا المنتصر، في اسطر هذا المنتصر ستجد ان هناك اسطرا بها يعني اداناته، يعني بالفعل منذ زمن بعيد، والمنتصر هو الذي يكتب التاريخ. لك ان تتخيل يعني، هنقول بقى التاريخ كله مزيف او مزور، ولكن الاستعانة بالفن والأدب في هذه الأمور عند الكتاب الذين يشهد لهم بالصدق في كتابة الحرف، ده واجب في هذا التوقيت. لنا في كتابة التاريخ أو في الحملة الفرنسية أو ما فعله محمد علي. هقول لك على جميل أبو حريد. ماشي، جميل أبو حريد للأستاذ الفاضل عبد الرحمن شرقاوي. جميل أبو حريد أو جميل أبو حيرت كما يقول أصدقائنا في الجزائر، أديبة مناضلة جزائرية لا يشق له غبار، هي مثال يحتذى به في عالم النساء المناضلات الأحرار، مثلما كان لدينا صفية زغلول وعدد وهدى شعراوي في مصر. على فكرة في فترة ما بين عام 1880 إلى عام 1930، فترة ال50 سنة دي كانت فترة تنظيم وفترة قوميات وما إلى ذلك. لذلك بنقول جميلة أبو حريد هي مناضلة، مهما قيل عنها إلا أنها مناضلة جزائرية أرست قواعد عشق النضال بالنسبة للنساء الجزائريات كتشخيص، وبالنسبة للنساء العربيات بصفة عامة. على فكرة يمكن الاستعمار الفرنسي لوطننا العربي الجزائر ظل ما يقارب من 1830 إلى 1962 ما يقارب من 132 سنة، يمكن أطول استعمار. هذا الأمر أثر بالفعل على أجيال. حتى أصدقائي في فرنسا أتكلم معهم، وكان بالمناسبة عندي أول أمس صديق جزائري أستاذ في جامعة وهران يزورني في بيتي بالقاهرة وزوجته، وهم يعني عزاز علي جدا. وكلما التقينا أجد في اللقاء الحديث باللغة العربية الفصحى السريعة التي تتقارب مع الفرنسية. ففي تأثير بصفة عامة في الجيل الناشئ في تعلم الفرنسية والإنجليزية، وخاصة لأن الاستعمار له أثر
نحن اثرنا في الاستعمار. نحن في الحمله الفرنسيه على مصر اللي قعدت 3 سنوات، نحن اثرنا في الاستعمار، وكما يقال لبسنا نابليون كذا وعملنا كذا وكذا. يعني لم نتاثر بالاستعمار على الاطلاق. لماذا؟ لان الشخصيه المصريه كما قال احمد زكي الميلاد حنا او في كتابه الأعمدة السبعة للشخصية المصرية، الأعمدة السبعة للشخصية المصرية. قال لك الشخصية المصرية دي عصية على الفهم. هتلاقيها شخصية عربية، شخصية مسيحية، شخصية إسلامية، شخصية فرعونية، شخصية بحر متوسطية يعني، وشخصية يعني صحراوية. تلاقي الشخصية المصرية يعني عصية على الفهم. حتى بالفعل انا يمكن انا لفيت معظم يهمنا في الشخصيه المصريه حاجه واحده بس من اقوى ما يمكن، هي حبها وعشقها لتراب هذا الوطن. دي حاجه الحقيقه يعني واضحه جدا على مر الاجيال من الشخصيه المصريه وعشقها للارض. واعتقد ان يمكن المسيرات اللي كانت موجوده من فتره في الميادين والشوارع عشان ينصروا قضيه غزه ويقفوا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، دي غير مسبوقه في هذه الجزئيه لشعوب. ليه؟ لان الحقيقه ما حدش فيهم رفع رغم الازمه الاقتصاديه مثلا، ما حدش قال لا للغلاء، ما حدش اتكلم عن اي قضيه شخصيه خاصه بيه، ما حدش حتى كان السيد رئيس الجمهوريه ومترشح رئيس الجمهوريه هذا الرجل الحقيقه ما شفناش الحمله الدعائيه للمترشح وقتها حتى في هذه التظاهرات. كان الكل بيتكلم عن حاجه واحده بس، الحفاظ على ارض سيناء، وفي نفس الوقت ان احنا نقف خلف الرئيس نبيل في القرارات اللي خدها بعدم ترحيل الفلسطينيين. صحيح او اهل غزه. الراجل طلع وقال ما فيش بديل هنا، سيناء للمصريين. هو قالها صراحه. انا عايز اتكلم معاك عن نجيب محفوظ. اتفضل. تحديدا، ولكن بعد الفاصل. اتفضل. قول لي يا عمرو، اخوك سعيد الجهيني بيحب ايه؟ بيحب ايه خايف ليه؟ يا راجل ده انت صاحب فضل، انت هتقول لي على معلومات يهمني قوي ان اعرفها. بيحب يشرب؟ ولا عمره دجها. له في الكيف؟ حاشا لله. بيروح بيت ثانية بنت الخبيزة؟ يا مولاي ده عمره ما عرف طريقه. طيب بلاش بيحب ايه، بيحب مين؟ بيحب الشيخ ابو سعود الجارحي. كلنا بنحبه. وبيحب مين تاني؟ بيحبك انت يا مولاي، ده طول النهار في الازهر ما عندوش سيره غيرك. طبعا. أنا جاك فرجيس المحامي من باريس، وأنا هنا للدفاع عن جميل أبو حريد بدل زميلي متر أمبلار اللي استبعدتوه بالقوة. يا خد المعذور! أنا آسف جدا يا سادة، أنا يظهر إن أنا أخطأت المكان. مش ممكن تكون دي في يوم من الأيام محكمة. أنا متصور إن إحنا في غابة وشايف الوحوش قدامي عايزين يلتهموا الفريسة. انت دلوقتي بتيجي المحكمة. ثم انت ما عندكش توكيل عن المتهم. من جهة التوكيل المتهمة قدامك اهي. اسألها. اسأل هذا الوجه اللي تخلت عنه كل معاني الحياة. ادوها فرصة للتفكير، يمكن تفتكرني انا كمان عدو تاني. جميل ابو حريد، تقبليني ادافع عنك؟ ايوه، ارحب بيك واشكرك. يا سيادة المدعي العام، في كلامها أبلغ توكيد. أما الزميل المحترم أرجو إنه يروح ويريح ضميره. أنا هدافع عن المتهم. أستاذ عبير، كان الراحل العظيم أديب نجيب محفوظ كان بيقول إن هو أنا مسؤول عن كتاباتي ومؤلفاتي وإصداراتي، لكن مش مسؤول عن ما يكتبه السيناريست من بعدي. صح كده؟ كلميني عن هذه الجزئيه ورايك ايه في الكلام ده؟ الكلام ده سليم ولا من وجهه نظرك ولا يعني يؤخذ به على المستوى الادبي كله في السير الذاتيه لاي شخص؟ هو نجيب محفوظ اصلا كتب اصدار السيره الذاتيه، كان حاجات خاصه بيه، ولو احنا حاولنا نطبق الموضوع ده هيبقى اكثر منه انه كتب اعمال
وتم تحويلها لاعمال لا تشبه الاعمال الاصليه. بالظبط. فممكن انا اجيب مثال على ده. ده انا بتكلم فيه يا فندم. ممكن نتكلم على ده مع الكاتب الكبير وحيد حامد. كيف يعني تعامل مع روايتين لنجيب محفوظ، وكان منهم اللي هي حكايات حارتنا واولاد حارتنا، بقى فيها حكايات حارتنا على الوجه الادق، قصص قصيره كده بتبقى موجوده وهو بيتم تحويلها لاعمال. ففي من ضمن الاعمال دي فيلم اللي فيه عبده، كان المفروض البطل في روايه نجيب محفوظ ولد. فلما وحيد حامد خد الروايه تم الضغط عليه انه يحولها لفتاه عشان تبقى البطله في عبده. فطبعا ده يعني مسخ الروايه. حلو يتم الضغط عليه دي يا دكتور. مسخ ده حقيقي. حلو قوي الموضوع ده. يعني احنا بنتكلم في سير ذاتيه وبنتكلم في اعمال ادبيه ويتم الضغط عليه. انت متخيل واحد بقامه وحيد حامد يضغط عليه بين حسين كمال، فيجي يقولوا له ايه اللي انت عامله؟ هو بيقول انا نجيب محفوظ لما سالوه عن الفيلم ده قال انا دخلت عشان شفت حسين كمال ووحيد حامد، دخلت الفيلم لقيت ده مش ده خالص شغلي اصلا ولا اي حاجه. يسالوا وحيد حامد ايه اللي حصل؟ يقول لهم اسالوا حسين كمال. انا مش عايزه اجاوب، وانا مش برضه مش عايزه احط الفيلم ده في السي في بتاعي. يعني كانت حاله من البلبله. وانت عارف المصيبه كمان كان بليغ حمدي معاهم. يعني عباقرة يصنعون شيء قوي جدا، وكل الاسماء اللي احنا متوقعين منها الجمال والقوه تصنع الفيلم بهذه الرداءه، وفيلم فعلا ضايع فنيا. يعني تخيل يا فندم لو روايته او تم تحويل البطل لبطله دي طبعا وهي سيرتك الذاتيه. الضروره الدراميه بتحتم ده. يعني هنعمل سينما. تخيل ده، انت رد فعلك ايه؟ يعني طبعا يعني هيبقى فيه يعني زعل وفيه رفض لاشياء، يعني رفض لاشياء كثيره في هو يعني وكون ان العمل تحول بصفه عامه كويس للاديب او الكاتب، ولكن هو الكاتب عنده فكره عاوز يوصلها. انت ما تحورش في السيناريو، هو بيحور عشان خاطر المشاهد، بيحور عشان خاطر جذب المشاهد. تعرف ده بيذكرني بايه؟ بيذكرني بالشعراء في العصر الجاهلي الذين كانوا يبدأون القصائد بالغزل. لماذا كانوا يبدأون بالغزل؟ يعني يبدأون بالغزل للفت انتباه المتلقي. بالظبط. زي يعني حتى اخذها الشعراء زي في الوقت الحاضر احمد شوقي العربيه، كتب علوم السحر العربيه المعروفه يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين. يبدا بالحمد لله سبحانه وتعالى، ويبدا بعد كده بالكفر البين بعد. وده كان مباح كمان. يعني لما نلاقي احمد شوقي بيقول في بدايه قصيدته نهج البرده ريم على القاع بين الباني والعالم احل سفك دمي في الاشهر الحرم. غزل رمى القضاء بعيني جؤذر اسد يا ساكن القاع ادرك ساكن الاجل الادم. يعني اذكر هنا في غزل عاوز يلفت الانتباه للقصيده، وهي معارضه لقصيده عظيمه للبوصيري. من تذكر جيران بذي سلمي مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي، أم هنبت الريح من تلقاء قاظمة وأومض البرق في الظلماء من إضمي. فما لعينيك إن قلت تكفف همة، وما لقلبك إن قلت استفق يهمي. يحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منصار منه ومن سجم. غزل. وبعد كده يبدأ في مدح الرسول. ده كده غزل يا فندم. عشان كده سابته. يعني عشان كده مدح الرسول ما فهمتش بعض القصيدتين في غير في مدح الرسول عليه الصلاه والسلام. لو كان غزل لوحده طبعا. لكن لما نحول عمل، لما ياخد مني روايه طنين ويغير الفكره الرئيسيه طبعا يعني عشان كده انا حضرت كتير مع الاستاذ محفوظ عبد الرحمن السيناريست العظيم، وهو شغال. يعني هو صداقه بينه وبين زوجته العزيزه والفنانه. وبعد كده حتى قبل ما يموت باسبوع كنا في رمضان طه حسين. وبنتكلم عن اعمال سوق العصر واعمال كثيره كتبها سيناريو للتلفزيون. يمكن في التحوير والحاجات دي لازم يكون الكاتب موجود معاك. عاوز تحور في جزئيه، حتى يعني في وجود نجيب محفوظ نفسه لم ينجح في انه يعني نجيب محفوظ نفسه يا فندم بتتكلم في ايه؟ يعني اذا وحيد حامد دي سيطره راس المال. سيطره راس المال على العمل مش اي حاجه. صح حقيقي. عشان كده بال وليد حمدي اذا كان بليغ حمدي كمان موجود يعني طبيعي. نجيب محفوظ يعني كاتب يعني كبير رحمه الله الحقيقه. ومن الذين رفعوا راس الادب العربي بالحصول على جائزه. انا عاوز يعني اعرف من حضرتك عملك الاخير ايه؟ وهل في سيرة ذاتية قادمة لأحد الأشخاص، ولا أنت عليكي عمل ناوية إن شاء الله تعملي حاجة قوية وجديدة؟
فعلا من اللقاء الاخير، بما ان السؤال ده يعني اتسالته قبل كده، من اللقاء الاخير لحد اللقاء ده كتبت فيلم اسمه تجميل في الريف. بيتكلم عن يعني فيلم وان لوكيشن كوميدي، بيتكلم على ازاي الثقافه التجميليه ممكن تخش في الريف، ازاي البنات نفسهم اللي ثقافه بيبقوا تجميليه جايين ايه؟ البوتوكس والحاجات دي؟ بطريقه اقل شويه، لو تنظيف البشره وحاجات زي كده. الثقافه دي مع اول عياده تتفتح في البلد عندي. فازاي الحاجات دي ممكن يتم التعامل معاها في الريف، خصوصا ان انت اللي بيجي لك فعلا فلاحات بيبقوا واقفين تحت الشمس طول الوقت، وبناتهم ممكن ما يكونش برضو متعرضين للشمس طول الوقت، ولكن عندهم مشاكل في التعامل عموما مع البشره والحاجات اللي زي كده. فالفكره بالنسبه لي كانت جايه من ناحيه الكوميديا ومن ناحيه وان لوكيشن، فكان ده بالنسبه لي تحدي مهم قوي، ان انا ازاي اعرف اكتب طول الوقت وانا جوه العياده كل هذه الافكار، لان انا دي تجربه خاصه بيا. فيلم قصير بقى ولا لا ده طويل. فيلم طويل. فكره بصراحه مختلفه يعني غريبه، على وممكن تكون يعني ملفته اكتر وتكون جميله. ربنا يوفقك، ربنا يوفقك. مش سيره ذاتيه. لا مش سيره ذاتيه، يعني مش سيره فيها ذاتيه حته صغننه كده لاحدى المتجملات بالبوتوكس. لا ما لسه البوتوكس ما دخلش الشرقيه، ما دخلش البلد. هي فيها سيره ذاتيه عن فكره بنت بتدرس السينما وبتطلع افلام بقى من كل المشاهد دي، يعني فيلم المشهد ده بيفكرها بايه من الفيلم بتاعها، وهكذا. طول الوقت بتجمع حاجات، افكار، بتسقط افكارها الخاصه على الاخرين اللي موجودين، فبتعمل سياق كوميدي. هو ده بس. دعاتك العظيمه، وانا برضو مصر على ان روايه طنين تتحول، وهي سيرتك الذاتيه، تتحول لعمل درامي او بشكل او باخر، لان حضرتك الحقيقه تاريخك عظيم، وبداياتك الحقيقه من الروعه انها تكون لكل او معظم المصريين اللي هم يعني من محافظات اخرى غير القاهره. صحيح. وبالتالي بيبداوا من تحت الصفر، او يعني عاوز اقول يعني من بدايات المرحله الاولى الى يصل الى قمه القيمه الادبيه الحقيقه والفكريه. وانا الحقيقه متشوق جدا لهذا العمل. في اعمال جديده يا فندم طلعت لساتها؟ لا، هي الاعمال الخاصه بي كلها اعمال نقديه ادبيه، يعني كتب نقديه. في كتاب ليا ان شاء الله سيصدر قريبا، يمكن احدث الكتب اللي صدرت عن هذا الكتاب الدوله اللي طبعته يعني. وانا اشكر من هذا المنبر العظيم الهيئه المصريه العامه للكتاب على طباعه معظم مؤلفات، يعني فيها ليا المعجم، ليا كتاب عتبات، ست قيمه محترمه، وبالتاكيد طبعا ما كانوش هيطبعوا حاجه هيطبعوا مين. اشكرك. كتاب عظيم اسمه الروايه الرسائليه والرساله الروائيه. ده كتاب طبعا يعني فيه اكثر من 70 او 80 روايه. انا خدت الرسائل اللي موجوده في الروايات وتحدثت عنها في هذا العمل. لكن اذا عدنا الى روايه طنين تحديدا، هذه الروايه يعني هي فيها سيره ذاتيه، ولكن فيها تعليم وتعلم للاجيال اللي جايه. ازاي انا اقعد 4 سنين او 5 سنين ورا استاذ في الجامعه عشان اسجل فقط للماجستير، ولما جيت اسجل في مكان تاني لقيت ان انا عدى عليا ال5 سنين ولازم اخد تمهيدي تاني من جديد، يعني يضيع عليه 5 سنوات. دي نصيحه بقى للادباء الجدد على اعتبار يكونوا عارفين القوانين. ودي كانت صدمه كبيره ليا ان انا اعتقد ان الاليات دلوقتي اختلفت. لا وانا كاتب وذاكر الدكتور كمان اللي كان معي وبعت له الروايه كمان يعني وما ذكرتش اسمه صراحه، الاسماء معظمها مصعب. انت لو ذكرت اسمه يبقى تشهير. ما هو عشان كده انا خرجت من هذا الامر. حتى الفتاه اللي انا بتكلم عنها في العمل اسمها سمر، وبرضه كعشق وحياه، عشان الفت برضه المتلقي. تحياتي وتقديري لحضراتكم والله. يمكن انا كان نفسي دلوقتي يبقى اطول من كده، عشان كان في اسئله كتير عاوز اسالكم عليها. تحياتي وتقديري استاذه عبير الهامي، الكاتبه والاديبه العظيمه. الحقيقه انا بسعد جدا بلقاء حضرتك دايما. الف شكر على تشريفك لينا، وبالتاكيد طبعا الشكر المنتهب للاستاذ الدكتور العظيم الاديب والعالم في مجال الادب العربي، الاستاذ الدكتور عزوز علي اسماعيل، استاذ الادب العربي والنقد والبلاغه. الف شكر على تشريفكم لينا، وبقدر الامكان حاولنا نلقي الضوء على داخليات هذا الموضوع، تحديدا السير الذاتيه ما بين الورق وما بين العمل الدرامي. بشكركم مره ثانيه. مشاهدينا، قيمه جميله محترمه، او قيمتين جميلتين كانوا معانا النهارده في شارع الفن. بشكركم على حسن المتابعه، ارجوكم دائما ابقوا معنا. شكرا لكم. كان معكم احمد عبد العظيم.